اهلا بيكم يا احلى متابعين. بصوا يا جماعة، في جملة كده بقت ترند عند كل الناس اللي بتحاول تخس: اقطع النشويات هتخس على طول. بس يا ترى ده حقيقي؟ هل فعلا الحل ان احنا نمنع العيش والمكرونة والرز وكل حاجة فيها نشويات، ولا احنا ظلمنا النشويات ظلم كبير؟ النهاردة جاية أكلمكم عن الحياة الكاملة. هنتكلم بعقل وبالعلم وكمان بخبرة وتجارب ناس حقيقية. خليكم معايا للآخر، لأن بعد الفيديو ده نظرتك للأكل كله هتتغير 180 درجة. وصدقوني مش هتقولوا تاني هنقطع النشويات، هتقولوا هنظبط أكلنا بس. بصوا بقى، أول حاجة لازم نفهمها يعني إيه نشويات أصلا. الناس فاكرة إن النشويات هي العيش والمكرونة بس الحقيقة لا، النشويات موجودة في الرز والبطاطا والبطاطس والشوفان. حتى الفواكه فيها نشويات، يعني تقريبا كل حاجة بناكلها فيها نسبة نشويات بدرجة معينة. وجسمك محتاجها عشان يديك طاقة، عشان مخك يشتغل، عشان تركيزك يفضل ثابت، عشان الحرق يشتغل. لما تمنع النشويات جسمك بيبدأ يدور على طاقة بديلة، يبدأ بيحرق عضل ويحتفظ بالدهون. تخس بس شكلك يبقى مرهق وتعبان ومودك بيقع ودماغك مش شغالة. يعني اللي بيقولك اقطع النشويات وهتخس بيقولك عذب جسمك وهتتعب اكتر، بس محدش بيقولك ده. خلينا نشرحها ببساطة. النشويات نوعين: أول حاجة نشويات بسيطة زي السكر الأبيض والحلويات والعصاير الجاهزة والعيش الفينو والمكرونة البيضة، ودي بتدخل الدم بسرعة جدا وبترفع السكر فجأة وتخليك جعان بعد نص ساعة. تاني حاجة نشويات معقدة زي الشوفان والعيش البلدي والسن والبطاطا والفريك والرز البني، ودي بتتهضم ببطء وبتشبعك فترة طويلة. يعني احنا مش المفروض نمنع النشويات، احنا المفروض نختار النوع الصح منها ونظبط الكمية. دلوقتي تعالوا نشوف بيحصل ايه لما نقطع النشويات خالص. في اول اسبوعين بينزل الوزن بسرعة، صح؟ بس المفاجأة ان الوزن اللي نزل ده مش كله دهون، ده اغلبه مية وجليكوجين اللي هي الطاقة اللي الجسم بيخزنها في العضلات. فلما بتمنع النشويات الجسم بيفرغ المية دي، فالميزان بينزل. بس بعد كده بتوقف الحرق وبتتعبي وبترجعي تاكلي بشراهة، وساعتها الوزن بيرجع تاني واكتر من مكان. يعني الجسم بيخدعك شوية في الاول وبعدين بينتقم. الحقيقة بقى ان الحل مش في المنع، الحل في التنظيم. يعني لو طبقك متوازن: نص خضار وربع بروتين فراخ او سمك او لحمة، وربع نشويات عيش بلدي او رز بني، ساعتها جسمك هيحرق ووزنك هينزل من غير حرمان. لكن لما تاكلي طبق كله رز او عيش، طبيعي جسمك يخزن دهون لان الكمية بتكون زيادة. طيب ايه بقى النشويات اللي تقدري تخسي معاها؟ في حاجات فعلا بتساعد في الحرق بدل ما بتوقفه، زي الشوفان والبطاطا والكينوا والعيش البلدي او السن والرز البني والفريك والشعير. دي كلها نشويات مفيدة جدا، فيها الياف وبتشبعك وتخلي السكر الدم ثابت. يعني لو اكلتيها مع بروتين زي البيض او التونة او الفراخ، جسمك هيحرقها صح جدا. طيب امتى بقى ناكل نشويات؟ دي معلومة مهمة جدا، مش كل وقت ينفع ناكل فيه نشويات. الصبح او بعد التمرين هم احسن وقت، لان الجسم بيكون محتاج طاقة وهيستهلكها. لكن قبل النوم لا، ما تاكلش نشويات لانها غلط جدا، لانك مش هتحرق حاجة وانت نايم، فكلها تتخزن دهون. وبرضو طريقة الأكل بتفرق. ابدأي وجبتك بالسلطة وبعدين البروتين وبعد كده النشويات، ده بيخلي امتصاص السكر أبطأ فالجسم ما يخزنش دهون. وفي معلومة أغلب الناس ما تعرفهاش: إن كل جرام نشويات بيخزن معاه حوالي 3 جرام مية. يعني لما تقللي النشويات فجأة المية بتنزل فوزنك بيقل، بس أول ما بترجعي تاكلي طبيعي الجسم بيشرب المية تاني والميزان بيطلع. وده سبب إن الناس كتير بتقول أنا خسيت وبعدين رجعت تخنت. خلي بالك كمان لو بتتمرني او بتتحركي جسمك محتاج نشويات ضروري، لانها الوقود اللي بيشغل العضلات. لكن لو منعتيها خالص جسمك هيدخل في وضع المجاعة ويقلل الحرق ويبدأ يخزن دهون زيادة. وده سبب ان الناس كتير بتقول بقلل الاكل وما بخستش، لانهم بيقللوا النشويات لدرجة ان الجسم بيبطل يحرق. طيب تعالي نعرف ازاي تختاري النشويات المناسبة لجسمك. مش كل الناس زي بعض، اللي بيتمرن مش زي اللي قاعد، واللي جسمه بيخزن دهون في البطن غير اللي بيخزن دهون في الأرداف. يعني لو جسمك بيخزن دهون بسرعة، قللي النشويات البسيطة وخلي المعقدة أكتر. لو جسمك نشيط خدي شوية من النشويات البسيطة بس في أوقاتك الصح.
والمفتاح هنا بقى جودة النشويات مش كميتها. عيش بلدي أفضل من الفينو، البطاطا المشوية أحسن من البطاطس المحمرة، والرز البني أحسن من الأبيض. في كمان فكرة مهمة جدا، التوازن أهم من المنع. ناس كتير بتعيش في حرب مع الأكل، كل ما تشوف طبق رز تحس بالذنب. بس خليني أقولك سر، جسمك مش ضدك، اللي ضدك هو طريقة أكلك. لو أكلتي باعتدال جسمك هيحبك وهيساعدك. ابدأي وجبتك بالسلطة وبعدين البروتين وبعد كده النشويات، وتاكلي براحتك من غير ما تتخني. طب من النشويات والسكر بقى، النشويات بتتحول لسكر في الجسم، بس مش كل سكر وحش. السكر الطبيعي اللي جاي من البطاطا او الفواكه او الشوفان بيتعامل مع الجسم عادي جدا. انما السكر الصناعي اللي هو الجاهز والمكرر هو اللي بيبوظ الدنيا. يعني بدل العصير الجاهز كلي فاكهة، بدل الحلويات خدي قطعة صغيرة فيها شوفان او عسل طبيعي. مش لازم الحرمان، لازم ذكاء. طيب في ناس بتعمل كل حاجة صح وبرضه مش بتخس ليه؟ لأن في غلطات صغيرة جدا بتبوظ كل حاجة. خدي بالك، اما بتاكلي بسرعة الجسم مش بيلحق يحس بالشبع. تاني حاجة، مش بتشربي مية كفاية، المية ضرورية للحرق. ما بتنامي قليل، هرمون الجوع بيعلى. خايفة من الأكل فبتدخلي في دايرة حرمان، وبعد كده بتنهاري وتاكلي وتضعفي. والحل بقى نظام أكلك يكون متوازن ومريح. كلي كل حاجة باعتدال وجسمك هيظبط نفسه بنفسه. ودي نصايح سريعة هتساعدك. خدي نشويات الصبح أو بعد التمرين. كف ايدك خديه رز كفاية جدا في الوجبة. اشربي مية كتير، نامي كويس، كلي وجبات صغيرة متوزعة على مدار اليوم. ما تخافيش من العيش البلدي، خافي من العيش الأبيض. وفي كمان حاجة مهمة جدا للناس اللي بتخاف من اليوم الفري. اليوم الفري مش كارثة لو استخدمتيه صح. كلي وجبة واحدة فيها أكلة بتحبيها، بس مش اليوم كله يكون فري، لأن الجسم محتاج التغيير عشان يفضل يحرق. وفي الاخر عايزة اقولك حاجة صغيرة بس، مفيش اكلة بتخنك، اللي بيتخنك هو عدم فهمك لجسمك. لما تفهمي جسمك كل حاجة هتبقى سهلة. ما تقطعيش النشويات، نظميها. ما تخافيش من الاكل، خافي من الجهل. وخسي بالعقل مش بالحرمان. لو الفيديو فادك حتى بمعلومة واحدة، دوسي لايك وشيري عشان غيرك يستفيد، واكتبولي في الكومنتات تحبوا الحلقة الجاية تكون عن ايه. واستني الفيديوهات الجاية. سلام.